علشان تكونوا متأكدين إن سيدنا إسرائيل هو نفسه سيدنا يعقوب، وإن الأسباط هما بني إسرائيل، لازم نربط الآيات القرآنية العظيمة التي ذكرت يعقوب بني إسرائيل وإسرائيل نفسه. هنلاقي الرابط بكل سهولة، هو إن سيدنا يعقوب له أبناء وإسرائيل له أبناء، وعدد أبناء سيدنا يعقوب 12، 11 كوكب وسيدنا يوسف، وعدد أبناء سيدنا إسرائيل أيضا 12، وهم ليسوا رسل ولا أنبياء بخلاف سيدنا يوسف، فهو نبي ورسول. وتم ذكر ذلك في الآيات الآتية. قال الله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سورة يوسف آية 4. والرؤيا تحققت بعد تملك سيدنا يوسف ودخول مصر. وقال الله عز وجل عن بني إسرائيل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 رقيبا. سورة المائدة آية 12. وهنا هنلاقي عددهم 12. وقال الله عز وجل: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. سورة الأعراف آية 160. وهنا عددهم 12 أمة. وعلشان تكونوا متأكدين إن هم ولا رسل ولا أنبياء، قال الله عز وجل فيهم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. سورة المائدة آية 70. وهنا نقدر نربط إن أبناء سيدنا يعقوب عددهم 12 وأبناء سيدنا إسرائيل عددهم 12، وإن بني إسرائيل هم بني يعقوب، وإن يعقوب هو إسرائيل نفسه.